لو بتفكر تبدأ في صناعة المحتوى أو بدأت فعلا ومش عارف تستمر، فدي أحسن الأدوات اللي إن شاء الله هتخليك تبدأ بسهولة وبدون تعقيد أو تستمر بشكل أفضل بدون مشاكل. السلام عليكم، أنا إيمان محمد، ومن خلال خبرتي هشرح لك الأدوات دي بأبسط شكل ممكن وبدون تعقيدات. أول حاجة تنظيم الأفكار. خليني أقولك إن أفكار ملخبطة تساوي محتوى سيء، ودي من أهم الحاجات اللي أنا اتعلمتها في الفترة الأخيرة. عشان كده مهم جدا يكون عندك مكان تكتب فيه أفكارك أول ما تخطر على بالك، وكمان تنظم فيه الأفكار دي بحيث تطلع منها محتوى. وأحسن الأدوات والحلول اللي بتخليك تعمل كده هي حاجة من الثلاثة. أولا الورقة والقلم. لو عندك ورقة وقلم أو كشكول مخصص لكتابة الأفكار، فدي أعظم حاجة ممكن تعملها. تكتب فيها أفكارك وتحللها وتشوف إزاي هتطلع منها مثلا 30 محتوى للشهر بتاعك، وبناء عليه تبدأ في كتابة السكريبت. رقم 2 ممكن تستخدم نوشن، وهو واحد من أفضل وأقوى تطبيقات تنظيم وإدارة المحتوى، مش بس لصنع المحتوى ولكن لأي مجال تاني أيا كان مجالك. ومن أحسن الناس وأفضلهم اللي شرحوه باللغة العربية طبعا هو أحمد أبو زيد. تقدر تبص على فيديوهاته وتستفيد منها. ولو شايف ان هو معقد بالنسبه لك كبدايه، فتقدر تستخدم البديل الثالث، ولا شخصيا برضو بستخدمه، وهو مستندات جوجل. مستندات جوجل هو شبيه جدا بالنوتة بتاعه الموبايل، وفي نفس الوقت هو شبيه جدا ببرنامج الوورد، ولكن الميزه بتاعته ان هو تقدر تستخدمه كتطبيق على موبايلك او ايا كان نوع جهازك، ويكون متزامن معاك، وكل الملفات معاك او الافكار والمستندات معاك في حته واحده ايا كان نوع الجهاز، طالما مسجل بنفس حساب جوجل. رقم 2 ودي حاجه مهمه جدا، وهي جوده الصوت. جودة الصوت بتاعتك لو سيئة محدش هيتفرج عليك حتى لو انت بتصور على 4K. اهم حاجة يكون صوتك واضح ومسموع قدر المستطاع. مفيش حد فينا بيسجل في بيئة خالية من الضوضاء 100%، واكبر دليل على كده هي الكواليس بتاعتي اللي بتكون مليانة زحمة في الشوارع او ناس بتنادي او حتى اصوات من الاغاني اللي الناس مشغلاها بره في الشارع. عشان كده اهم حاجة بس تكون مركز ان صوتك عالي ومسموع. ومن احسن الادوات اللي بتساعدك انك تطلع صوت عالي ومسموع هي الادوات التالية. لو بتستخدم الموبايل سجل الصوت على تطبيق دولبي اون. لو بتستخدم الكمبيوتر بتاعك تقدر تعدل او تسجل الصوت من خلال تطبيق او برنامج اوداسيتي. الاتنين مجانيين وبيسمحوا بتسجيل صوت بجودة عالية وصوت مجسم، وفيهم ميزات كتير جدا متقدمة زي عزل الضوضاء وحتى تحسين والتعديل على الصوت بفلاتر جاهزة. رقم 3 انك تصور الفيديو بتاعك باحسن جودة ممكنة. خليني اقولك ان الفيديو اللي انت بتشوفه هو متصور بموبايل موديل سنة 2020، فما تشغلش بالك انك تجيب الكاميرا السوني العالية والكاميرا اللي معرفش ايه. ركز دلوقتي انك بس تحسن من الاضاءة بتاعتك. لو عندك شباك افتح الشباك وصور قدامه. لو عندك اي اضاءة قوية، لمبة مثلا، وجهها اتجاه الحيط، والضوء اللي هيطلع منعكس منها هيكون ضوء ناعم على وشك، وهتطلع صور جميلة جدا بإذن الله. تاني حاجة مهم جدا انك تصور على حاجة ثابتة زي الترايبود اللي انا بصور عليه دلوقتي، او تثبت الموبايل بتاعك بشكل كويس عشان صورتك ما تكونش مهزوزة. وخليني اقولك ان تصويرك على 4K كويس جدا لو انت هتعمل زوم او تكبر حاجة كتير قوي على الصورة وانت بتشوف دلوقتي. مثلا انا بصور 4K عشان بعمل زوم كتير. اما لو انت ما بتكبرش في التصوير بتاعك كتير، فيكفي جدا انك تصور على 1080 بكسل ومعدل فريمات 30 FPS او 30 فريم في الثانية. وهيكون من الافضل انك تتعلم التصوير على الوضع الاحترافي الموجود في موبايلك، لان ده هيطلع لك جودة فيديوهات احسن وافضل بكتير، ومشروحة فيديوهات كتير جدا قبل كده. هسيب لك لينكات برضو لفيديوهات اتعلمت منها شخصيا موجودة في الوصف او في التعليقات. بعد ده كله خليني اقول لك ان مفيش فيديو بتطلع النتيجة النهائية بتاعته مثالية وبدون تقطيع او لخبطة في الكلام. انا شخصيا لخبطت يجي 20 مرة وانا بصور الفيديو ده. عشان كده مهم جدا زي ما قلت لك تنظم افكارك، انك تكتب سكريبت محدد، الحاجات المحددة اللي انت هتتكلم فيها، وما تطولش كتير في الكلام عشان الفيديو بتاعك ما يكونش ممل. ومفيش اي مانع انك تستخدم ChatGPT لتحسين وتطوير السكريبت بتاعك، ولكن ما تعتمدش عليه 100% عشان ده هيشوه شخصيتك ومش هيخلي فيه لمسة شخصية خاصة بيك. بعد ما بنخلص تصوير بنروح لمرحلة المونتاج. مرحلة المونتاج بتنقسم لقسمين. لو انت بتستخدم الكمبيوتر فعندك كاب كات على الكمبيوتر، وعندك حتى ادوبي بريمير وده باشتراك. اما لو بتستخدم الموبايل فعندك تطبيق زي كاب كات اللي بقت في حاجات فيه مدفوعة، وعندك تطبيق VN اللي برضو بيسمح لك باستخدام مجاني. وعلى العموم انا عملت فيديو قبل كده برشح لك فيه اكتر التطبيقات للمونتاج اللي جربتها وارائي في كل واحد فيهم، تقدر تبص عليه. لو بتستخدم كاب كات او VN فتقدر تعدل على اي واحد منهم وتعمل مونتاج بتاعك باحترافية عالية، وفي مئات الدروس اللي بتشرح ده على اليوتيوب. ما انصحكش انك تسوح نفسك كتير، وابدأ بس بالاساسيات. بعد كده لو عندك كاب كات مثلا ما بيضيفش الكلام تلقائيا على الشاشة زي ما انت شايف، تقدر تستخدم تطبيق انا استخدمته برضو اسمه موجو. موجو بيسمح لك باستخدام الكتابة التلقائية للكلام اللي انت بتقوله على الفيديو بتاعك بشكل مجاني لبعض القوالب، ودي الحاجة اللي انت محتاجها دلوقتي. مش محتاج تنوع وتغير في الاشكال كتير، على الاقل في الفترة الاولى.
بسهولة. واخيرا وليس اخرا، وهو انك تنشر المحتوى بتاعك بذكاء. اولا لو انت عندك متابعين بالفعل فتقدر تبص على التحليلات بتاعة حسابك وتشوف ايه اكتر وقت للنشاط للمتابعين بتوعك، وبناء عليه يبقى هو ده الوقت اللي انت تنزل او تنشر فيه الفيديو بتاعك. اما لو انت لسه بتبدا فتقدر عموما تجرب من بدايه مثلا من الساعه 12 الظهر تبدا نشر. لو الوقت ده جاب تفاعل كبير معاك اعرف ان هو ده وقت جمهورك المستهدف اللي بيكون نشط فيه والفيديو بتاعك هينجح فيه بالبدايه. وهكذا ابدا جرب على المنصات التانية لحد ما تحس ان الفيديو ده نجح في الوقت المعين، عشان هو ده اكتر وقت الناس تفاعلت معاه وكانت نشطه وجمهوري المستهدف نشط في الوقت ده، واعتمد هو ده الوقت وتوكل على الله. غير كده فهي نصائح جانبيه بس مهمه جدا، زي ان عنوان الفيديو لازم يكون واضح مباشر وقوي وبيعكس الحاجه اللي الفيديو بتاعك بيتكلم عنها. الصوره المصغره لو انت هتعمل فيديو طويل لازم تكون جذابه وبتلفت النظر وبالوان متناسقه. واهم حاجه البدايه بتاعتك ما تكونش طويله وممله، لازم تدخل في الموضوع على طول. ولو في فيديو نجح معاك وحقق نتائج كويسه ارجع وبص على الفيديو ده تاني اكتر من مره وحلل هو نجح ليه وايه الاسباب اللي خلته ناجح، الفكره او الطريقه او التصميم الى اخره، وكرر الفكره دي تاني لحد ما تنجح معاك اكتر من مره وهكذا. والفيديو اللي فشل معاك بص هو فشل ليه، كان ايه السبب، وانت نفسك هتطيق انك تتفرج عليه اكتر من مره ولا لا، واعرف ايه السبب وحلله وعدل عليه. في النهايه احب اقول لك ان مفيش مهنه ايا كانت هي ايه بتكون سهله، سواء صناعه المحتوى او حتى الشغل من ورا الشاشه او ايا كانت الشغله اللي اي حد بيشتغلها، مفيش نجاح فيها سهل. واهم حاجه خليني اقول لك انك ما تقارنش نفسك بحد. لو فضلت تقول لنفسك الشخص ده بدأ بعدي وحقق نتائج اكتر مني بكتير، او دي عشان بنت نجحت او ده عشان واد روش نجح، فمش هتوصل لاي حاجه وده وعد مني ليك، لان الحقد ما بيجيبش الا الحقد اللي زيه. فخلي قلبك صافي وقارن نفسك بنفسك انت بس. ودلوقتي هسيبك مع فيديو بنصحك جدا انك تشوفه عشان هيفيدك وتستفيد. وما تنساش لو عاوز تعرف حاجات مفيده اكتر تابعني عشان يوصلك كل جديد اول باول.